السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من تطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ديرلينج. التطبيق ده مساحته 50 ميجا وحمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتواصل الاجتماعي، زيه زي تطبيق الفيسبوك، زي تطبيق التويتر، زي اي تطبيق تواصل اجتماعي. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتعرف على اصدقاء واشخاص جديده من نفس البلد اللي انت فيها او من بلد تانية بيتكلموا بنفس اللغة او بنفس اللهجة اللي انت بتتكلم بيها او بيتكلموا لغات تانية، بتقدر تتعرف عليهم وتقدر تتكلم معاهم مكالمات صوتية ومكالمات فيديو او تعمل معاهم دردشات شات عادية. تقدر ان انت تلعب العاب بينك وبين اصدقائك، تقدر ان انت تحط صور ليك على البروفايل بتاعك، مقاطع فيديو، تعمل لايفات لو انت بتقدم اي محتوى او لو انت عندك اي موهبة. تقدر ان انت تتعرف على الاصدقاء وتعمل معاهم المكالمات الصوتية والمكالمات الفيديو. ده كده بيكون الغرض من التطبيق وده بيكون الحاجة الظاهرية للتطبيق. اما الحاجة الخفية للتطبيق فده من ضمن تطبيقات اللايفات او تطبيقات المعدة. تطبيقات اللايفات او المعدة بيكون الغرض منها ان هما بيكونوا يشوفوا الشباب اللي عايز يتكلم مع بنات، الشباب اللي عايز يعمل مكالمات جنسية مع بنات، فبيقدموا لهم تطبيقات زي كده. التطبيقات دي بيخش الشاب بيحمل التطبيق، بيخش يتكلم او بيخش يفتح التطبيق يلاقي في واحده مثلا بتتكلم معاه، بيجي يتكلم معاه يطلبوا منه ان هو يشترك على التطبيق علشان يتكلم معاها. بعد ما يشترك على التطبيق يتكلم معاه، يجي يحاول ان هو يتكلم معاه مكالمه صوتيه يطلبوا منه اشتراك تاني، يحاول ان هو يتكلم معاه فيديو يطلبوا منه اشتراك تاني، وهكذا. المكالمه تفصل او المكالمه تتقفل ويجي يتكلمها تاني يطلبوا منه اشتراك تاني، وهكذا. طول ما هو حابب ان هو يتكلم، طول ما هو مكمل في الموضوع، فهم طالبين عمالين يطلبوا منه اشتراكات على طول مستمرين. ده كده الغرض او ده كده مهمة التطبيق اللي هما بيبقوا عايزين يعملوها للتطبيق. ده طبعا من ضمن التطبيقات اللي انا مبرشحش حد ان هو يحملها ولا يشتغل عليها. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وبمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فهي دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. وشكرا، سلام عليكم.